السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق أرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك. النهاردة يا حبايب قلبي عملت لكم فيديو سريع كده، آخر يوم في الستة البيض النهاردة. الحمد لله الواحد طالع من رمضان، بجد الواحد يعني في رمضان ربنا بيدينا يعني قوة والصبر على الصيام، بجد ما بيحسش بالصيام خالص في رمضان. بعد رمضان بيبقى صعب شوية، وكمان الساعة بقى زادت ساعة، فطبعا النهار طول والليل قصر، فطبعا الصيام بيبقى أصعب وأصعب. بس برضو ربنا بيقويك طالما عندك نية تصومي أيام يعني ربنا بيقويك عليها وبيخليك تصوميها للآخر. فالنهاردة كان آخر يوم ليا في صيام الستة البيض، فالحمد لله ستة البيض من شوال، فالحمد لله ربنا قدرني وقواني. وقلت بقى اعمل بقى ايه الفطار بتاعي معاكم النهارده السريع. عملت الرز بقى وحطيته على النار كده يتسلق، وجبت بقى الصاجه بتاعتي حطيتها على العين الكبيره بتاعه البوتاجاز من فوق. وبقعد امسحها كده بالمنديل اما تسخن خالص، بتطلع بجد الوسخه اللي فيها وكل حاجه، وبتبقى نضيفه وناعمه جدا. وقلت بقى احط عليها شويه رده كده بعد ما سخنت، عشان اشوفها برضه اختبرها ان هي ايه سخنت للدرجه اللي انا عايزاها. لما الردة تتحرق معاكي وتدي لون غامق يبقى هي خلاص كده يعني ايه اتسخنت معاكي. عملنا بقى السمك بتاعنا في الردة، السمك بجد جميل جدا وحلو. الكيلو ب65 بس كبير وحلو يعني ما شاء الله، بألف هنا وشفا اللي ياكل. ورز اهو تتشرب معايا، حطيت الزيت بقى من فوق عادي، يعني في ناس بتقدح الزيت بتاع الرز وفي ناس بتحط فوق الرز، انا بحط فوق الرز عادي جدا وبيبقى طعمه تحفه والله. 3 سمكات كده تشوم، فبحطهم بقى على الظهر مره وعلى البطن مره عشان يبقوا ايه الشوي الحلو. بص الرز مفرفر وجميل جدا ازاي، طبعا وطيت عليه بقى يتلدم براحته. وعملت شويه سلطه زي الفل زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. بصوا السلطه والرز والسمك طالع بجد تحفه تحفه تحفه، مقولكوش على طعمه والله العظيم وجماله وحلاوته، بجد جميل. وبسم الله ما شاء الله، ولايك بقى وتعليق، وبجد بحبكم جدا جدا جدا، وعمري ما اسيبكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين.